تبارك الله على السي قربان، الفنان ديالنا تبارك الله غني عن التعريف. مرحبا بك دائما في ورشتك متواضعه جدا، وهذه ورشه كما ديال الفنانه كل شيء. جيتي عندنا باش قلتي باش نشوفوا هذه اللوطيه. لوطير كيتكلم على راسو والاخوان غادي يسمعوا، والانامل الجميله هي اللي كتهضر. السي يوسف مرحبا بك. شكرا سي صالح. شكرا سي صالح، الله يحفظك. الله يكبر بك سيدي، وشرف لينا تجي تزورنا. هذه ثاني مره الله يحفظك زورنا، والحمد لله كتجمعنا محبه وصداقه. هذا اهم شي حاجه، هذا هو كاع اللي مهم في هذا الشيء. وانا يعني جد مسرور بالحضور ديالك معايا، واي حاجه طبعا كنتشاركها مع الاخوان كيف ما كانت في هذه الصفحه هذه اللي هي طبعا صفحتكم. اليوم اللي الجميل اللي عندي لك واحد جوج اسئله مهمين، لان علاش بغيت الاخوان كيعرفوها بحكم انك انت تبارك الله عندك مسيره كبيره بزاف في هذه الاله ديال اللوطار، وانا كنتعلم منك وكنستافد بكل صراحه. اذا هنا بغيتك تجاوبني، بغيتك واش احنا الا حيدنا هذا اللوطار هذا وعطيناك وطار ديال الكتريك، واش تقبل وطار ديال الكتريك؟ وشنو الفرق، الحلاوه فين كتلقى الراحه ديالك انت كعازف وعندك كخبره؟ شكون اللي تلقى فيها الراحه بزاف، واش لوطار الكتريك ولا اللوطار اللي هو تقليدي؟ شكرا سي صالح على هذا السؤال. غير كنقول لك انا بالنسبه لنا كاين بحال اللوطار التقليدي. يا سلام. النغمه ما يمكنش دابا حتى على اللي كتنكر على اللوطار التقليدي يعطيكش النغمه، يعطيك النغمه الطبيعيه. يا سلام. بار كونتر الا درتي الاخر الكتريك ما غاديش تقد، يعني حيدتي ديك اللمسه، ديك السحريه كما تنقولوا، ديك اللمسه ديال اللوطار الطبيعيه، ديك الاطلسيه التقليديه طبيعيه تتصنت النغمه كما انزلت. يا سلام. هذا هو هذه تبارك الله عليك. هذا سمعتوا الاخوان، يعني الانسان الا بغى الطرب وبغى الاصل، يعني الرجوع الى الاصل اصل، يعني راه ما يمكنش غادي نحاولوا غادي نلقاو الضاله ديالنا الا في الاله اللي هي تقليديه، ودائما كيبقى الاصل اصل. ولكن واحد الحاجه اللي ثارتني عاوتاني كذلك، اللي ثارت الانتباه ديالي وعجبتني، وكنشوف واحد العادات هنايا كيفاش انت يعني ما كتخدمش بالشركه او الريشه او البوه، كتخدم بالصباع ديالك. غنشوفوا ورينا سيدي، راه بلا مخبيك ما مخبي شي حاجه هنايا ولا لا ولكن كيفاش يعني تكلم لينا على الفرق باش يعرفوا الاخوان الفرق، كيفاش العزف يعني بالشركه والعزف بلا شركه. هي ملي كتعزف باليدين ديالك بالاصابع ديالك في المباشر ما تتكونش النغمه بحال اللي كتعزف في الصداع. هذه كتعطيك واحد النغمه. وزيدون الولف الانسان ولف. انا من صغري تقريبا كنعزف غير بالاصابع. والنغمه الا كتعزف، كاينين الفنانات تبارك الله كيعزفوا غير ملي كتعزف غير الانامل ديال النغمه هذه راه كتسمع الصوت. شوف يعني بحال الا بغينا غير في اطار دائما المستملحات، دابا بحال بغينا نقولوا بحال هكشي قصريه ديال الكسكسو. نعم سيدي، وعطيناك سيدي الكشاره وحيدتي الكشاره وكتاكل بيديك هكاك، يعني تبع صراحه فيها تكون الحلاوه وفاش غادي تلاحظ الاصابع ديالك. المهم موروثنا الثقافي اصيل وكبير بزاف، وحنا جد محظوظين كذلك هذه الجلسه اللي معاك، لانه الاخوان كانوا سولوا عليك. بارك الله فيك التعليقات، وانايا الحمد لله انت داتك الوقت، والحمد لله اليوم جيتي، والف مرحبا بك. شي كلمه تقولها للاخوان المتابعين الاوفياء والناس اللي كيحبونا واللي كيحبوك طبعا حتى انت، شي كلمه ولا شي نصيحه لهاد الشباب اللي كيعزفوا على هاد الاله ديال اللوطار؟ واش غادي نقول لك السي صالح بالنسبه لهاد الناس اللي كيديروا هاد الاله ديال اللوطار وداك الشيء، راه الحمد لله كاينين فنانه وكاين عاود مبتدئين وداك الشيء. راه خص الانسان يبقى في شي حاجه اللي هي التقليدي
ويبقى ويجتهد شنو هي الاجتهاد؟ الانسان ما خصوش يكون فيه التكبر باش يتعلم. لا الانسان يكون الانسان مستحي ومتكبر. خص الانسان يدير راسو حتى يتعلم. وكاين عاود اللي عطاه الله الهوايه من عنده راه كييسر ليه الله الامور، فهمت؟ راه كاين اللي عطاه الله شي حاجه من سميتو ما درس لا موسيقى لا والو وعطاه الله سميتو. انا كنوصي الناس كاع اللي تعزفوا على الالات كما بغات تكون الانسان الاجتهاد يكون تواضع. طبعا، لانه هو شوف كل شيء هو الكبر دائما كيخرج على الفن وعلى اي حاجه، لانه شحال من فنان خرج عليه هو الغرور والتكبر. المهم حنا الرساله ديالك واضحه استاذي، يعني الانسان انه يبقى يحافظ على التقليد ويحافظ على الاصاله ديالو ويكون متواضع. ياك هادشي اللي كاين سيدي. تبارك الله عليك، وحنا جد مسرورين بك. شكرا. حتى انا والله الا سميتو اللي جيت عندك زعما راه دو طونزا اوتر خطره كنجي نسول عليك، لانه الصداقه بيناتنا راه ماشي غير دابا، الحمد لله، راه من قديم الزمن ودي السي صالح. المهم باش نجاوبك، راه لو طيار راه زوين، وغادي يقول لنا الاخوان الصويت ديالو، لانه هذا هو اللي كانت باش نتلاقاو اليوم كي جاك هذا الطيار. المهم الطيار راه زوين وتبارك الله على الاخوان. ولا كان شي تعليق ولا شي حاجه اللي غادي نستافدوا منها ولا شي موضوع بغيتو نهضروا عليه مع الاخ، راه حنا موجودين ونديروا جلسات اخرى ان شاء الله. اذا كان معكم خوكم بن صالح دكتور الالات الموسيقيه كما سميتوه نتوما، والسلام عليكم ورحمه الله.